28 فبراير 2012 انعقد المجلس الجماعي دورة فبراير لدراسة نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بالحساب الإداري، والنقطة الثانية تتعلق بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة حول بناء مركب سوسيو رياضي متعدد الاختصاصات. بالنسبة للنقطة الأولى الحساب الإداري، تبين من خلال قراءة الأرقام المداخل والمصاريف أن المداخل نظرا للرواج التجاري الضعيف في الجماعة ونظرا لعدم توفر الجماعة على مصادر المداخل ومصادر التمويل، فالمداخل كانت ضعيفة دون المصاريف. الجماعة في المقابل تطلب مصاريف كثيرة للتسيير، سواء التسيير الإداري مرافق الجماعة، سواء تسيير الشؤون العامة للمواطنين كالإنارة العمومية، بعض التجهيزات إلى غير ذلك. فعلى العموم أن ميزانية الجامعة تعرف وعرفت خلال سنة 2011 عجز يقدر ب 18 مليون، رغم محاولة وإمكانية تقليص من المصاريف ورغم محاولات رفع من المداخل. ما زاد في كثرة أو في هذا العجز هو مصاريف الموظفين، الزيادات التي الزيادة في أجور الموظفين 600 درهم، بالإضافة إلى توظيف موظفين جديدين. كان على الجماعة أن تعمل على أداء الزيادة وأداء الراتبين الجديدين، رغم أن المجلس حاول وعمل على الحصول على الدعم من الوزارة الوصية، لكن ذلك لم يكن بنتيجة إيجابية. إذن على العموم هذا هو بالنسبة للحساب الإداري. بالنسبة للنقطة الثانية، فحضر معنا السيد مندوب الشباب والرياضة وأعطى لنا توضيحات حول المركبات، أنواع وأصناف المركبات ممكن إنجازها في الجامعة بواسطة اتفاقية شراكة. فحدد واجبات الجامعة وواجبات وزارة الشباب والرياضة، مساحة كل صنف، مساهمة الجامعة في كل صنف، وفي الأخير تمت المصادقة سواء على الحساب الإداري أو على اتفاقية الشراكة بإجماع أعضاء المكتب. وشكرا.